السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا احنا بقالنا كتير ما عملناش فيديوهات، بس يعني في حاجة حصلت كده لازم نتكلم فيه أو لازم نقول أسبابها. من كام يوم تم تعيين اللواء حسن موسى مديرا تنفيذيا لنادي الزمالك. الراجل قعد 5 أيام بالظبط، قعد 5 أيام مدير تنفيذي للنادي، وبعد كده اليوم السادس اتشال. هو كل اللي عمله الراجل او كل اللي قاله الراجل 5 تصريحات بس. قالك انا هحل مشكلة زيزو وهجدد لفتوح، والتاني حاجة قالك في خلال 72 ساعة هكون حليت موضوع القيد، وتالت تصريح قالك انا هوفر فلوس الراجل المدير الفني اسوريو، وهوفر فلوس عشان اللعيبة تاخد بقية مستحقاتها. ورابع حاجة ان هو لقى سرقة ولقى فلوس كتير ما يعني ايه اتصرفت وملهاش اي مستندات داخل النادي. وخامس حاجة عملها ان هو مشى الرجالة اللي هي اصلا كانت مش موجودة اللي هم ال10 مديرين ادارات اللي مشاهم. وهوبا تم إقالة أو تم عفو اللواء حسن موسى، وتم تعيين اللواء عماد البنان. يعني تعيين واحد أهلاوي لرئاسة نادي الزمالك. احنا في وضع أساسا لا نحسد عليه، يعني احنا في وضع لا نحسد عليه، وجايبين لنا مدير نادي الزمالك راجل أهلاوي، وياما نزل على الصفحة بتاعته ان هو أهلاوي، وخشوا على الصفحة بتاعته هتلاقيه ان هو كاتب ومصرح ان هو أهلاوي. انا ماليش دعوه بشخص الراجل، انا بتكلم على انتمائه. نرجع للموضوع الاولاني. اكيد يعني الراجل اللي مشي ده ما مشيش عشان قال ان انا هجدد لزيزو، او ان انا هوفر فلوس النادي للنادي، او ان انا هفتح مشكله هفتح مشكله، هحل مشكله الايجار بتاع المحلات اللي هي هتضخ فلوس للنادي. فيا راجل يعني ما ادي 3 اسباب بره. السببين التانيين هم سبب إقالة الراجل. الشلة اللي مشاهم، وعقد إمام عاشور اللي هو أصلا ملقاهوش. هو كده هيفتح فتحة على الناس. فقال لك لا راح دماغنا ونقعد راجل في بيتهم ونجيب راجل تاني مشي الدنيا. هم كلهم 45 يوم وفي اجتماعات. وطبعا احنا اللي بنشيل الطين. يعني احنا داخلين على موسم جديد ما عملناش ولا صفقة، لا بالعكس كمان ده احنا مشينا لعيبة اصلا. فربنا يستر بقى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.